بنشتغل عشان نصرف عن البلد، ما نشتغلش عشان نصرف عن البلد. رسالتنا اليوم هي نفس رسالة أحمد عرابي قبل 130 سنة، نفس رسالة الصيحة الشهيرة: لن نستعبد ولن نورث بعد اليوم. نحن نرفض منطق الوصاية على الشعب المصري في اختيار رئيسه من قبل الأجانب. زي ما انت شايف البوليس مش قادر يستحمل العدد ده يروح قصاد قصر عابدين، وحاصلنا هنا. المظاهرة دي مظاهرة ضد التوريث بكل أشكاله، دي مظاهرة من أجل حق الناس إنها تختار رئيس الجمهورية بتاعها. المظاهرة مشارك في تنظيمها 12 مجموعة قوى سياسية. احنا جايين هنا عشان نقول احنا ضد التوريث، ضد التمديد، ضد وصول اي حد لكرسي الرئاسه ما لم يكن عبر اراده حره للشعب المصري تنظمها انتخابات حره. جمال مبارك اللي احنا واقفين لنرفض طمعه في السلطه بيقول لنا هو قد ايه ديمقراطي، وبيعدنا بما سيضاعفه اذا كان رئيسا لقبله. لن نستعبد ولن نورث بعد اليوم لن نستعبد. الحقيقة ان الخديوي توفيق كان ارحم بكتير جدا من الخديوي مبارك. الخديوي توفيق سمح لعرابي وناس ان يقولوا كلماتهم. مبارك يرفض ان نقول كلماتنا بعد 129 سنه قالت فيها هذه الكلمات في ميدان عابدين. رمزيه هذا المكان واضحه جدا. الرساله وصلت. هذا الحصار وهذا التضييق لا يعني ان الرساله لم تصل. الرساله وصلت وبشده. واخد ابنه معاه امريكا، واخد ابنه معاه امريكا. توريث فوري بالمزيكا، توريث فوري بالمزيكا. لقيت ان الميدان كله محاصر، كميات عربيات امن مركزي كبيره ومجموعه كبيره من الضباط. خدوا 3 شباب في عربيه ترحيلات. بكلم حد من المحامين لقيت ان في حد لقيت ان في ضابط بيشدني من شنطتي وبيدخل ايده في بنطلون جيب بنطلوني، يعني عايز الموبايل بتاعي. ولما زعقت